ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هعمل معاكم النهارده اكله اول الشهر، يعني ناخد المرتب كده ونعمل اكله حلوه. عندنا كبسه باللحمه الضاني. هنجيب حله على النار، عليها معلقه كبيره من الزبده وشويه من الزيت، وهننزل بقى بقرفه خشب وليمون مجفف وورق لورا حبهان، وشويه من القرنفل 2 3. وبعد كده هننزل باللحمه الضاني. انا هنا كانت عندي اللحمه بالعظم بتاعها، وعليها بصلايه كبيره وجزرايه وفصين من الثوم، ونزلت عليها بالميه السخنه وسبتها على النار لحد ما تستوي. اول ما استوت معايا اديتها الملح والفلفل الاسود بتوعها. شلت بقى اللحمه من على النار، طبعا كانت خلاص اتفصلت من العظم، شفتها خالص من العظم. خلاص هنا انا خليت اللحمه من العظم، نزلت تاني عليها نزلت بيها تاني على الشوربه. وكنت غاسله حوالي نص كيلو من الرز البسمتي، ونزلت بيها على الشوربه واللحمه، وديتها نص او ربع معلقه صغيره من بودره الزعفران. وطبعا مش هننسى قرن الفلفل بتاعنا. انا هنا خلاص كان دخل على السوا، وهنا خلاص كان استوى، بيقعد على النار حوالي نص ساعه. اول ما يبتدي كده يغلي نوطي عليه زي سوا الرز العادي. اديته هنا بقى الفحمايه اللي هتديله طعم وتوديه حته تانية خالص، بس ما نطولش الفحم معانا عشان ما يبقاش مضر. وغرفته بقى في الطبق، وهوريكم دلوقتي شكل اللحمه عامل ازاي. يعني شكل اللحمه مستوي ومهري على الاخر. ما تستعجليش عليها في السوا، انت تديها غلوتين 3 في الاول وتوطي عليها. وده كان شكله في الاخر. يا رب يكون عجبكم. كان معاكم سوسن سليمان. باي باي.